بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. معاكم بدر تكوين من هيكوتك المنصورة. إن شاء الله النهاردة يا جماعة موضوع الدرس بتاعنا إزاي نفتح الراوترات بعد الدمج بريدج. يعني بعد الدمج بريدج بنيجي نفتح الراوترات ما بتفتحش. يعني مثلا أنا عندي الراوتر بتاعي 192.168.1.1.1 ما بيفتحوش. أنا عامل الدمج عندي بريدج، وعندي الراوتر التاني 192.168.10.1 برضو نفس الكلام ما بيفتحش. طيب نشوف ايه اللي هنعمله في سيرفر الدمج عشان نفتح ونخش على الراوترات بعد الدمج بريدج. يعني هاجي افتح عندي كده الراوتر بتاع الدمج. اول حاجه كده هعملها ان شاء الله، يعني عندي الراوتر بتاع الدمج اهوت، هختار اي بي ادرس. تمام كده يا جماعه، بيجيني كده اللي هو بيجيب اي بيات اوتوماتيك بتاعه الراوترات. كل اللي انا هعمله ان انا هعمل ادد واكتب اي بي الراوتر الاول. يعني اي بي بتاع الراوتر الاول 192.168.100. يعني هو المفروض يكون 2 او 3 او 4 حسب ما انا عايز، فانا هعملها 100 بيكون افضل. على 24 بختار هنا بقى كده يا جماعه الكارت اللي هو الاولاني اللي داخل فيه الراوتر الاولاني. تمام، واقول له ابلاي واوكي. تمام كده يا جماعه، نيجي هنا كده على الراوتر التاني نعمل اضافه واختار اكتب هنا برضو نفس الكلام 192.168.10.1 على .100 على 24. تمام، واختار ايثرنت 2 واقول له ابلاي واوكي. طبعا يا جماعه بقول لك انت شايف الكارت ده مكرر اهو، مكررين، فانا هكنسل هنا اهو عشان بس مش مكررين تاني معايا اهو، زي ما احنا عملناهم بالظبط. هنعمل لهم اضافه ايثر 1 وايثر 2 اهو يا جماعه، يسمرهم ويشتغلوا معانا كده طبيعي جدا اللي هم الراوترين. تمام، هنروح بعد كده على الاي بي فاير وول. تمام، ونختار في النات نعمل اضافه. تمام، زي ما كل حاجه زي ما هي كده ان شاء الله يا جماعه. نكتب هنا اهوت في السي ار سي ادرس اللي هو اي بي الخروج بتاع الدمج. يعني مثلا اي بي الدمج بتاعي في الايزر 3 في الادرس انا مخرج ب 88 واحد، يبقى كل اللي اعمله هكتب هنا 192.168.88.1 حسب ما انت مخرج. هنشيل بقى الواحد يا جماعه كده عشان نقول له على الخروج كله، ونعملها 0 على 24 يبقى على رينج الايبيهات كلها. تمام، ونرجع هنا كده في الاكشن هنختار باسورد. تمام، قول له ابلاي واوكي. تمام كده يا جماعه اهي متضافه عندنا اهي خلاص. عشان انا كنت عاملها قبل كده همسحها واسيب الفوقانيه شغاله زي ما انا كنت عامل زي ما شرحت كده بالظبط طبعا معانا. ونيجي هنا كده على المنجل يا جماعه اهي، ونختار نعمل اللي هما الرولين دول او الخطوتين دول. كل اللي هنعمله هنعمل اضافه. تمام، كل حاجه زي ما هي كده، ونيجي هنا نكتب رينج الخروج بتاع في بتاع الادرس بتاع الراوتر الاولاني 192.168.1.0 على 24. تمام كده يا جماعه، ونختار هنا في الان انترفيس نختار اذر 3 اللي هو كارت الخروج. تمام، ونقول له ابلاي واوكي. تمام، نقول له ابلاي واوكي. تمام، هنيجي بقى نعمل نفس الكلام ده بالظبط، نقول له كوبي ونغير دي بس نخليها لكارت الخروج التاني اللي هو 10. نفس كل الخطوات كده بالظبط، نقول له ابلاي واوكي. تمام كده يا جماعه، هيبدا معانا الخطوتين دولت يعدوا معانا هنا بالظبط اهو. كل اللي انا هعمله كده اجرب اخد الاتنين ده هم اللي احنا ضفناهم ونشدهم فوق في اول السطر خالص في المنجل. لازم يا جماعه يتعملوا في اول في المنجل، يعني بدهم امر الايه التشغيل. عشان كده بس موجودين عندي قبل كده، فانا همسح القدام الجداد اهم واشغل القدام. هما نفس الخطوات بتاعتنا بالظبط. هاجي هنا كده بالظبط على الراوتر
واقول له 192.168.168.1.1 واقول له انتر. فتح معايا الراوتر كده يا جماعه. طيب نجرب الراوتر التاني 192.168.10.1. تمام، فتح برضو معايا الراوتر التاني. يبقى كده ان شاء الله فتح معايا الراوترات بعد الدمج بريدج في الخطوات اللي انا عملتها، بس اللي هي ادرس 3 خطوات بالظبط يا جماعه. الاي بي ادرس ليست، بكتب الكارتين يدوي اللي هو 1/100 وال10/100 الخروج بتوع الراوترين. والخطوه التانيه بعمل في النات سكويرد اللي هو في النات اللي هو اي بي الخروج بتاع الدمج. وفي المنجل بعمل الامرين بتوع الراوترين. لو عندك 3 راوترات بتعمل السطر الثالث وتضيف او رابع راوتر السطر الرابع وتضيف نفس من عامل كده بالظبط، وتشدهم فين؟ في اول السطر فوق خالص. الاتنين دولت في اول سطرين في المنجل خالص عشان يشتغل معاك الامر بتاعهم، يبقوا شغالين باذن الله زي ما احنا شايفين. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.